في الفيديو ده هتكلم عن موضوع خطير جدا وهو حرية الكلام للمهاجرين في أمريكا. هل ممكن الحكومة الأمريكية تقولك بشكل رسمي لو أنت موجود هنا في أمريكا بس مش في وضع قانوني يبقى ملكش حق في حرية الكلام أو الصحافة أصلا؟ الكلام اللي أنا هقوله في الفيديو ده مش نقاش فلسفي، ده اتقال حرفيا في ملف قضائي مرتبط بقضية صحفية اسمها ستيفاني رودريجيز اللي هي موجودة في ناشفيل تينيسي. ستيفاني صحفية أصلها من كولومبيا واتقبض عليها من الهجرة يوم 4 مارس 2026 واتحبست وبعد كده خرجت بكفالة، وهي بتقول اللي حصل معاها كان انتقام بسبب شغلها كصحفية، وإن ده انتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي اللي بيحمي حرية الكلام وحرية الصحافة. أول سؤال طبيعي هنا، هل الكلام ده فعلا اتقال ولا مجرد مبالغة من طرف الدفاع؟ اللي نعرفه إن الرد المنسوب للحكومة في الملف ده كان واضح جدا، التعديل الأول من الدستور الأمريكي ما بينطبقش على اللي بيتم وصفهم بمصطلح unlawful alien، يعني من الآخر في ناس جوه البلد هنا جوه أمريكا عايشين على أرض أمريكا، بس الحكومة بتجادل إن هم يبقوا بره المظلة بتاعة الفيرست أمندمنت اللي هي بتاعة حرية الكلام وحرية الصحافة. وهنا لازم نقف ثانية، حتى لو أنت مش مهاجر أو مش مهتم بالهجرة، ليه ده موضوع ممكن يكون خطر عليك أنت كمان، لأن لو المنطق ده اتقبل في المحكمة إحنا هنا مش بنتكلم بقى عن ترحيل واحد بسبب كلامه، لا إحنا هنا بنتكلم عن باب قانوني ممكن يتفتح، وهو إن الحكومة تقدر تعاقب ناس بالسجن أو بالاحتجاز بسبب رأي أو مقال أو تحقيق صحفي أو حتى مجرد تواصل مع الإعلام، بشرط واحد هو إن الشخص يكون وضعه القانوني هنا في أمريكا مش مظبوط أو يكون قاعد في أمريكا بوضع غير قانوني أصلا. وقبل ما نكمل فيديو النهارده، لو حضرتك شايف إنك حقيقي بتستفيد من المحتوى اللي أنا بقدمه وحابب إنك تظهر تقديرك ودعمك الحقيقي، فحابب أقول لك إن في أكتر من طريقة تقدر تظهر بيها هذا التقدير أو هذا الدعم، وده عشان خاطر أقدر أكمل واستمر في تقديم محتوى مجاني تماما بشكل منتظم وبجودة أعلى إن شاء الله. في طرق مجانية تقدر تظهر بيها تقديرك ودعمك ده من غير ما تدفع ولا حاجة. أول حاجة، لو حضرتك شايف إن الفيديو ده هينفعك بعدين ما تسيبوش يضيع منك في وسط زحمة المحتوى الأيام دي، اعمل سيف للفيديو دلوقتي أو حفظ عشان خاطر المعلومة اللي أنت هتسمعها هنا غالبا هتحتاج ترجع لها بعدين وقت ما تحتاجها، واعمل له شير برضو أو مشاركة لأي حد تعرفه ممكن يستفيد منه، وسيب لي رأيك في التعليقات بكل صراحة. إيه أكتر نقطة عجبتك لحد دلوقتي، أو حتى إيه النقطة اللي أنت مختلف معايا فيها، بس المهم إنك تكتب رأيك في التعليقات بكل احترام، لأن طول ما في احترام كلنا بنستفيد من بعض. ولو عندك تجربة شخصية أو موقف حصل معاك تقدر برضو تشاركه في التعليقات تحت الفيديو عشان كلنا هنا بنتعلم من تجارب بعض. ولو عندك أي سؤال سيبه لي برضو في التعليقات وأنا هحاول أرد عليه في أسرع ما يمكن، سواء بالكتابة أو أعمل لك عليه فيديو مخصوص لو كان هو سؤال متكرر. وتأكد طبعا إن أنت تكون عامل سبسكرايب هنا في القناة لو بتتفرج على اليوتيوب، وتأكد برضو إنك تعمل فولو لو بتتفرج على الفيسبوك أو على التيك توك، لأن إن شاء الله في دايما محتوى جديد بشكل مستمر عن الهجرة والمعيشة في أمريكا خطوة بخطوة. وطبعا في اللحظة دي السؤال اللي هيجي في دماغ حضرتك دلوقتي هو، طب هو التعديل الأول ده بيشتغل إزاي أصلا؟ هل هو حق للمواطن الأمريكي بس؟ التعديل الأول اتكتب علشان خاطر يقيد سلطة الحكومة، الكونجرس مش بيسن قوانين علشان خاطر تقيد حرية الكلام أو الصحافة أو ممارسة الدين. الفكرة هنا إنك بتحط سقف للسلطة دي، مش إنك بتعمل نظام التصاريح للي بيتكلم أو للي بيسكت. عشان كده كتير من خبراء القانون بيقولوا إن الحقوق الدستورية الأساسية مرتبطة بإنك شخص موجود على الأرض الأمريكية، مش مرتبطة بورقة الإقامة اللي في جيبك أو بوضعك القانوني هنا في أمريكا. بس خليني أقول لك الأخطر في موضوع الكلام والصحافة ده اللي ممكن ناس كتير قوي ما تربطوش بالتعديل الأول من الدستور الأمريكي. التعديل الأول مش بس حرية كلام، ده كمان حرية ممارسة الدين. يعني لو حد مشي بنفس المنطق ده، يعني بيتقال على هذا الشخص إن هو قاعد هنا في أمريكي غير قانوني unlawful، يبقى المفروض إن هو يكون خارج هذا التعديل الأول. يبقى منطقيا ممكن حد يطلع يقول طيب ما هو كمان ملوش حق يمارس دينه بحرية، وده بيوضح لك قد إيه الفكرة نفسها فيها مشكلة كبيرة قوي، لأنها بتحول الدستور من حماية ضد الحكومة إلى امتياز تمنحه الحكومة للي عاجبها، أو بمعنى أدق للي هو مواطن أمريكي، أو بمعنى أدق للي هو قاعد هنا بشكل قانوني. وهنا ممكن يظهر اعتراض تاني منطقي، طب ما يمكن الحكومة تقصد حاجة أضيق، يمكن قصدها إن الحماية دي مش كاملة. حتى لو حاولنا نفسر الكلام ده بأضيق معنى، مجرد طرح الفكرة بالشكل ده خطير جدا، لأن القضايا الكبيرة ساعات بتبدأ بجملة في مذكرة وبعد كده تتحول لسابقة قضائية وبعدها للأسف تبقى أداة جاهزة في أي ملف تاني. والدليل إن دي مش أول مرة المحاكم تتعامل مع السؤال اللي بيقول هل المهاجر غير النظامي ليه حقوق دستورية هنا ولا لا. المحكمة العليا أو السوبريم كورت قبل كده اعترفت إن في حقوق بتطبق على مهاجرين من غير وضع قانوني، زي الحماية المتساوية والإجراءات القانونية العادلة. يعني الفكرة المطروحة اللي بتقول مفيش أي حقوق لمجرد إن الشخص وضعه غير قانوني دي مش قاعدة مستقرة، وكتير جدا شايفينها إن هي ضد المنطق القانوني العام. بس قبل ما ادخل في النقطة اللي جاية، في حاجة مهمة بتحصل مؤخرا في ناس كتير وإن شاء الله حضرتك تكون واحد منهم بدأت
بدات ان هي تظهر تقديرها ليا ودعمها ليا بطريقه مدفوعه بشكل رمزي في طرق كتير الصراحه، وهسيب لك كل روابط الطرق دي في وصف الفيديو ده. لو محتوايا بيساعدك وبيفيدك تقدر طبعا تعزمني على قهوه من خلال باي مي كوفي. لو انت بتتابعني على اليوتيوب تقدر تظهر تقديرك ودعمك ليا ده من خلال زرار اسمه ثانكس بيكون موجود تحت الفيديو، او انت تقدر انك تنضم لعضويه القناه اللي هي الممبرشيب. ولو حضرتك بتتابعني على الفيسبوك تقدر تظهر تقديرك او دعمك ده من خلال الستارز او الاشتراك الشهري الرمزي اللي هو السبسكريبشن. ولو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي على التيك توك تقدر برضو تعمل الكلام ده من خلال السبسكريبشن. وكل اشكال الدعم دي بتفرق معايا جدا، لان المحتوى اللي انا بقدمه بياخد وقت كبير قوي في البحث والتجهيز والمراجعه، واحيانا كمان مراجعه مع احد المحامين الهجره اللي انا بشتغل معاه. فتقديرك ودعمك ده بيساعدني ان انا اكمل واقدم محتوى اقوى واوضح واكثر انتظاما. ولو في يوم فيديو من فيديوهاتي فادك او وضح لك نقطه او طمنك او وفر عليك غلطه، فتقديرك ليا ده هيفرق معايا جدا، وهيخليني كمان اعرف ان النوع ده من المحتوى مهم واقدر ان انا استمر اقدمه بشكل مجاني تماما لاطول فتره ممكنه. وما تنساش كل الروابط في وصف الفيديو. بس خلينا نرجع لقلب القصه نفسها. ليه قضيه الصحفيه دي بالذات عملت قلق كبير؟ لان لو في رساله بتتبعت حتى لو كانت بشكل غير مباشر ان الصحفي او المصدر لو وضعه مش قانوني هنا في البلد في امريكا يبقى صوته اقل حمايه، وده للاسف هيخلق تاثير التخويف او الاسكات. مش لازم الحكومه هنا ان هي تكسب القضيه عشان الضرر يحصل، مجرد ان الناس تحس ان الكلام ممكن يجيب لهم احتجاز او ترحيل الكل هيسكت. وهنا بقى النقطه اللي بتاثر على المواطنين الامريكيين نفسهم مش بس المهاجرين غير النظاميين. اسكات صحفيين او مصادر مهاجرين بيقلل المعلومات اللي المجتمع كله بيشوفها، لان في ملفات كبير زي الاحتجاز او انفاذ قانون الهجره او الانتهاكات او الاخطاء ناس كتير قوي من اللي بيشوفوا التفاصيل من جوه هم المهاجرين او عائلات المهاجرين او مجتمعات قريبه جدا من الاحداث. لو الفئه دي سكتت المجتمع مش هيعرف كتير، بالعكس هتكون معرفته اقل عن الاحداث اللي بتحصل في الكامبس والكلام اللي زي ده، وبالتالي الرقابه على السلطه هتضعف. يعني المساله مش مين يتكلم ومين لا، المساله هل هنسمح بمنطق ان الحكومه تختار مين يكون ليه صوت قانوني ومين لا؟ لان اول ما ده يحصل مع فئه سهل جدا جدا ان هو يتوسع مع فئات تانية وتحت مسميات تانية. وفي الاخر الخلاصه ببساطه التعديل الاول من الدستور الامريكي اتكتب عشان خاطر يقيد الحكومه، مش عشان الحكومه هي اللي تقرر مين صوته يتسمع ومين صوته يتلغي. ولو في اي حجه قانونيه بتقول ان وجودك هنا من غير وضع قانوني يخليك خارج حمايه اللي هي بتاعه الفيرست امندمنت اللي هي حريه الصحافه او حريه الكلام او حريه ممارسه الدين بتاعك، فده مش مجرد تفصيله في قضيه فرديه، ده اختبار كبير قوي لفكره الدستور الامريكي نفسها. هل الحقوق مبنيه على انك انسان موجود على الارض ولا مبنيه على ان في ختم على الورق بتاعك؟ واخيرا وليس اخيرا، انا عارف ان الكلام ده ممكن يبان كتير او مربك شويه، بس في الاخر الكلام ده كله نظري وليس له اي فايده بدون ما يكون في حد يساعدك تطبقه على وضع او وضع حد قريب ليك. لو حاسس ان في حاجه ناقصاك معلومه او خطوه او حد يشرح لك الامر بكل امانه، انا هنا عشان كده بالظبط. عاوز اقول لك ان انا بشتغل مع ناس كتير قوي في نفس ظروفك دي تقريبا، والفرق دايما بيكون في التفاصيل الصغيره اللي محدش بيقول عليها. المشكله ان اللي بتشوفه في الفيديو ده مش كل حاجه للاسف، في تفاصيل كتير جدا ممكن تتحكم في مسار الملف بتاعك كله، في استراتيجيات ورؤى وافكار ممكن تغير النتيجه تماما، ودي الحاجات اللي انا بحاول اوصلها للناس بشكل اوضح واقرب للواقع. وعشان كده لو انت فعلا عاوز تفهم وضعك بشكل اعمق وتاخد خطواتك الجايه وانت مطمن، تابعني دلوقتي واشترك معايا او اعمل لي متابعه على المنصه اللي انت بتشوفني عليها. ولو بتسال على طريقه التواصل معايا، الطريقه الاسهل هي حجز موعد عن طريق الرابط اللي موجود في وصف الفيديو ده. تقدر تحجز مكالمه تعليميه معايا، نتكلم بالراحه، اشرح لك بالتفصيل واحاول ان انا اساعدك تمشي في الاتجاه الصح من اول خطوه. انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب ممكن يكون مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. اسف جدا على الاطاله، وشكرا جدا 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 لمتابعتك، واتمنى لك كل التوفيق.